ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا حبايبي هنعمل اكله بسيطه كده لان الظروف مش سامحه. انا جبت هنا نص بسارية، وكمان اتفاجئت ان ابن اختي اتصل عليا وقال لي يا خالتي انا جاي اتغدى معاكي. طب اعمل ايه؟ رحت جايبه كمان نص سردين عليها، وبصراحه عملت الاكله دي طلعت زي العسل، واكلنا وشبعنا، وكان عايزه اقول لكم يوم حلو مع ابن اختي حبيبي الغالي. فطبعا انا يا حبايبي جبت النص البسارية على نص السردين، بس السردين طبعا انا مش مصوراه عشان ما كنتش عامله حسابي. وجبت توم وجبت طماطم وبصل وخضره شبت وبقدونس وبتنجانه حلوه كده عشان الشوي. فطبعا يا حبايبي قبل ما نبتدي هنصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقولي يا حبيبتي عشان نكسبوا الثواب كلنا. اول حاجه يا حبيبتي هنا هنعملها البسارة زي ما انت شايفه كده. انا هاخدها انضفها، اقطع الراس كده هتطلع معايا بالبطن وتبقى زي الفل كده يا قلبي. تقطعي الراس كده وتشديها بالبطن هتطلع معاكي اهي. لازم نطلع طبعا الاحشاء بتاعتها دي، مينفعش تتعمل في احشائها كده يا قلبي. هي بتطلع بالبطن على طول اهي. تطلع معاكي بكل سهوله. وزي ما قلت لكم يا حبايبي البسارية دي فيها فايدة عالية جدا. الناس اللي عندها هشاشة في العظام بتبقى جميلة بالنسبة لهم، لأن هي مفيدة جدا للعظم، وزي ما قلت لكم فيها نسبة كالسيوم عالية. هي تتاكل كده بحالها زي ما انت شايفة كده يا قلبي. أنا غسلت البسارية اهي ونضفتها وخليتها زي الفل. خلاص هي كده على التجهيز. أنا هنا بقى عندي الطماطم. هبتدي اخد الطماطم اشيل الحتة اللي فوق دي، لازم تشيليها يا قلبي. تمام. وهقطع كده حتت صغيرة يا قلبي. زي ما انت شايفة كده يا روحي. كده يعني هو بصي كل ما تشطشطي وتحرشي الطاجن ده بيطلع زي العسل. هاخد البصلة بقى زي ما انتوا شايفين كده، هقطعها بردك صغير او طرنشات صغيرة زي ما انت شايفة كده يا قلبي. انا مش عايزة اكتر من كده. خلاص هاخدهم بقى كده احطهم برضو على الطماطم. هجيب هنا بردك الشبت والبقدونس والكزبرة واقطعهم بردك صغير كده يا قلبي. هحط بردك على الخلطة دي زي ما انت شايفة كده. هجيب هنا بقى الكام فص توم اهو، هحط عليهم ملح وشطة وكمون، وابتدي يا قلبي ادقهم. خلاص كده خلصت هرس الثوم. هاخده بقى
واحطه على الخلطة دي، على البصل وعلى الطماطم وعلى الخضرة وعلى الفلفل زي ما انت شايفة كده. هحط بقى حبة زيت واقلبهم. هعصر عليهم كمان عصرة ليمون كده يا قلبي اهو. كده خلاص يا حبيبتي عملت الخلطة. هجيب بقى البسارية هنزل عليها وهتقلبيها في قلب بعضيها كده عشان كله يتشرب من بعضه. عايزه اقول لكم الطاجن ده بيبقى تحفه 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 تحفه، وزي ما قلت لكم مفيد جدا لان فيه نسبه كالسيوم عاليه. بصي المنظر، بصي الطبق نفسه اصلا شكله عامل ازاي، تحفه. هجيب بقى بورمه احطها فيها، وزي ما انتي كده يا قلبي شايفه البورمه بتاعت البسارية اهي. هحط عليها حبه زيت كمان على الوش كده وادخلها بقى في ارضيه الفرن زي ربع ساعه كده، وبعد كده احطها في الرف الوسطاني، وبعد كده احطها تحت الشوايه. البتنجان اهو يا حبايبي بعد ما شويته انا قشرته، وزي ما انتوا شايفين كده انا ههرسه طبعا بالشوكه زي ما انت شايفه كده يا قلبي. هكون بقى محضره توم، هحط بقى ملح على التومه، احط حبه ملح وهحط حبه شطه وهحط كمان حبه كمون بس يا بابا، هحط حبه كمون كمان. تمام يا حبيبتي. وهنزل كمان بحته فلفل حامي كده شويه، هرشيه يعني، وهبتدي ادق كده. هنزل كمان بمعلقه طحينه كبيره زي ما انت شايفه كده يا قلبي. هبتدي اقلبه هعصر عليها كمان ليمونه، الليمون هنا بقى او البابا غنوج بيعز قوي الليمون زي ما انت كده شايفه يا قلبي. هبتدي اقلبه برضو هنحط كمان عليها حته بقدونس وهتقلبيها برضو. هحط بقى كمان حبة زيت كده يا قلبي، وكده البابا غنوج يعتبر
خلاص زي ما انت شايفه كده يا روحي. كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده السردين اهو، وبابا غنوج ورز، وادي البسارية يا حبايبي. بصوا طالعه بنار الفرن، احيا على جمالها، كلها كالسيوم. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال يا حبايبي؟ زي ما انتوا كده شايفين يا حبايبي الوجبه كملت. حطوا بقى كمان، بصي حطي حبه شطه على السردين كده، هنحط بردك حبه كمون. احنا كده كده مملحينه يا قلبي قبل ما نقليه زي ما انت شايفه كده يا روحي. الف هنا وشفا يا حبايبي على قلبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.